بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي. بنستكمل معاكم قصص نماذجنا المشرفة. في حلقتنا النهاردة هتكون عن الدكتورة العالمة سناء بطرس، أستاذ الفارماكولوجي بمعهد تيودور بالهارس للأبحاث، وأسست قسم الفارماكولوجي بالمعهد عام 1977، وهي عضو في اللجنة العالمية للفارماكولوجيا المناعية. فتعالوا معانا في رحلة نتعرف عليها أكتر. الدكتورة سناء بطرس هي عالمة مصرية نشأت في بيئة وعائلة محافظة تحديدا بالصعيد. عشقت العزف على البيانو، ولكن منعتها تقاليد عائلتها من تحقيق حلمها في الدخول لمعهد الموسيقى، والتحقت بكلية الطب وتتلمذت على يد زوجها الدكتور أمين حبشي، فكان مثلها الأعلى للتفوق والوقت المنظم الدقيق وحرصه الشديد على علاج المرضى الفقراء مجانا. وقد شعرت دكتور سناء بآلام مئات الملايين من مرضى البلهارسيا في شتى أنحاء العالم، فقررت تكريس حياتها للوصول إلى الدواء المعالج لهذا المرض. لذا التحقت بالعمل في معهد تيودور بالهارس للأبحاث عام 1972، وبعد سنوات من البحث توجت أبحاثها بحصولها على درجة الدكتوراه، واللي كانت بتدور حول تأثير العقاقير اللي بتستخدم في علاج مرض البلهارسيا على التفاعلات المناعية للمريض، وكانت تعد أول رسالة من نوعها في هذا المجال، وتم نشرها بجامعات العالم المختلفة للاستفادة منها، وليها أكتر من 62 بحثا علميا نشرت في المجلات العالمية العلمية، وأشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. وعن تكريمها فكرمها الرئيس السيسي عام 2019 في يوم المرأة المصرية والأم المثالية ضمن أبرز الشخصيات النسائية المصرية اللي ساهمت في رفعة الوطن، وحصلت على جائزة مقدمة من منظمة المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا عام 2008. وكرمتها نقابة الأطباء في يوم الطبيب، وتم منحها شهادة تقدير عام 1998، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية عام 1997، وتم اختيارها من المعهد البايوغراف الأمريكي بالولايات المتحدة كإحدى القيادات النسائية عام 1992، وهي عضو من مجموعة العمل اللي شكلتها منظمة الصحة العالمية لمحاربة الأمراض المعدية والطفيلية في الدول النامية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، نتمنى تكون عجبتكم، ونتقابل في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي.